الراجل الفقير ده بيكون عايز يشتري جاتوه لعيد ميلاده بس مش معاه فلوس، فبقول للواد ممكن تديني حته جاتوه، وبقول له دي 3 دولار، بقول له ممكن تصغرها، وبقول له ماشي، بقول له صغرها تاني، والولد بيبتسم ومتعاطف معاه وبيصغرها، وبيشوفه صاحب المطعم وبيشتم من الولد الفقير، وبقول له انت بتعمل ايه هنا؟ ده مكان مشهور ما ينفعش اللي زيك يدخل جوه هنا. الراجل بيزعل وبيمشي، وصاحب المحل بيقول له انت المفروض كنت طردته انت من الاول. هو كده بيخوف الزباين اللي عندنا وهيعمل المحل سمعه وحشه، وبياخد حته الجاتوه وبيديله حسابها، وبقول له انا ماليش شرف اشتغل مع واحد متكبر زيك. وبروح للراجل الفقير وبقول له انا اسف على اللي حصل، وبيديلي الجاتوه وبيشكره على اللي هو عمله، وبقول له انا مش فاكر اولادي ولا اي حاجه عن حياتي، وبقول له انا اخر حاجه فاكرها من 5 سنين كنت راجع للبيت وطلع عليا عصابه وضربوني وبهدلوني، ودخلت في غيبوبه وفقدت الذاكره، ومن ساعتها مش عارف حاجه عن اولادي. وبقول له انا عندي فكره، وبيصوره وبينزلها على السوشيال ميديا كلها، وبيحكي عن قصته، وكل الناس اللي في البلد بيشوف المنشور بعد ما اتشهر جامد، وبعد ما اتشهر جامد بنته بتشوفه وهو شغال، وبتتخض عشان اتفاجئت ان ابوها لسه عايش بعد 5 سنين محدش يعرف عنه حاجه، وبتتصل بالولد وبتقول له ده بابايا، وبتروح له بتكون مش مصدقه انها شافته بعد المده دي كلها، وبتحضنه وبتشكر الولد انه رجع لها